مشاهدي ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز، اليوم في مهرجان وكرنفال عظيم على شاطئ السرايا العام والنحت على الرمال. كان لنا لقاء هام مع الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف. أهلا وسهلا بحضرتك. شرفتونا يا فندم، اهلا وسهلا بيك. طبعا النهارده حضرتك ممكن تحدثنا عن التنظيم الرائع للنحت على الرمال على مدار 4 أيام؟ هو طبعا رائع عشان حضراتكم موجودين. ده بدايه اولا خليني اتوجه بالشكر والتقدير كبير لمعالي الوزير اللواء محمد شريف محافظ اسكندريه على حضوره واصراره ان هو يحضر النهارده حفل الختام بتاع المهرجان الاول النحت على الرمال. مهرجان اسكندريه الاول النحت على الرمال. بدايه الموضوع طبعا كانت فكره تولتها القياده السابقه للاداره المركزيه للسياحه والمصايف. انا جيت لقيت الفكره موجوده بالفعل. بتوجه لهم برضو بالشكر والتقدير على الافكار الجميله. كملنا بعد كده في خطوات التنفيذ، واشترك معانا 13 فنان وفنانه من كليات الفنون الجميله والتربيه النوعيه، جامعه اسكندريه وجامعه مطروح وجامعه دمياط. مشكورا الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعه اسكندريه تفضل مشكورا باستضافه المغتربين في المدينه الجامعيه الاسكندريه. على مدار ال4 ايام من يوم الاحد النهارده اشتركوا الفنانين في الاعمال الجميله اللي احنا شفناها النهارده. حاجه كانت روعه بصراحه. انا نفسي ما كنتش متخيل ان الجمال دوت والمناظر الجميله والاعمال الحلوه اللي طلعت. ان شاء الله خدنا وعد من معالي الوزير المحافظ على ان المهرجان ده هيبقى سنوي ان شاء الله، ويمكن هنطور فيه شويه وهندعو العديد من المحافظات المختلفه في مصر عشان كل محافظه تبتدي تعمل التراث بتاعها والفولكلور بتاعها والحاجه المميزه للمحافظه، كل واحده بطبيعتها الخاصه. اللي حصل النهارده ده يدينا دليل على ان فعلا اول حاجه اسكندريه عروس البحر المتوسط. تاني حاجه ان مصر فعلا لديها من الامكانيات الجباره اللي احنا لو استطعنا ان احنا نستغلها هنحقق المعادله الصعبه اللي اتكلم عنها فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ان احنا فعلا بلادنا ومصر جميله بامكانياتها بشواطئها بتراثها. احنا مش محتاجين اكتر من اللي موجود عندنا عشان نبتدي نروج لبلدنا سياحيا. عايز اقول لحضراتكم الاعمال اللي موجوده دي ان شاء الله هنستغلها مستقبلا في عمليه ان الموضوع يبقى متطور اكتر وينمو اكتر في ان هو يبقى دولي. احنا كانت تجربه والستارت بتاعنا النهارده، ان شاء الله باذن الله الخطوات القادمه ان احنا نحول المهرجان ده يبقى دولي لدول كتيره بعد ما نعممه على المحافظات وتشترك محافظات كتيره معانا ان شاء الله. هل في أنشطة أخرى تتم على شواطئ الإسكندرية والخطة المستقبلية للإدارة؟ اسكندريه لا تخلو من الانشطه سواء كان في فصل الصيف او في فصل الشتاء. احنا داخلين على فصل الصيف، كل الشواطئ بتستعد، ويمكن متابعه يوميه من معالي الوزير المحافظ على استعدادات شواطئ اسكندريه لاستقبال ما يقرب من 2 مليون مصطف. ان شاء الله الصيف ده هيبقى مختلف باذن الله. الناس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف موفره ابلكيشن يقدر الاشخاص ان هي تحجز من خلاله تواجدها على الشواطئ. عندنا شواطئ مجانيه مستمره زي ما هي، يمكن المحافظه الوحيده اسكندريه اللي عندها شواطئ مجانيه. عندنا 6 شاطئ عام، عندنا 18 شاطئ مميز، عندنا شواطئ خدمه لمن يطلبها. عندنا يعني كل مقومات النجاح الحمد لله في اسكندريه برعايه معالي الوزير المحافظ وتحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لحضرتك يا فندم، وإن شاء الله عروس البحر الأبيض المتوسط دائما في تميز وإبداع. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم.